أهلا وسهلا بنات، عساكم بخير يا ربي. اليوم الفيديو روتيني بس أعمال شاقة، فاللي ناوية تسوي أعمال منزلية شاقة هذا الفيديو إلها. من هسه خليه تجهز نفسها. أنا قاعدة وضايجة وقلت ليش ضايجة، خلي أقوم أشوف شنو الأشياء اللي محتاجها البيت. فبهالأثناء التفكير عندي صبغ زايد قديم بس بعده ما خربان، والمنور مالتي المطبخ محتاج صبغ باقي على الإسمنت. فقلت خلي أصبغ بيه الكمية اللي تطلع لي تكفيني المكان، مو إلا كليتي يعني المنور، لا المهم إنه من أفتح الباب يبين منظره مصبوغ ومرتب. لأن أني خلة السنادين هاي مثل ما تشوفون، خلة هنا همينة قناني الغاز. هنا فرغت المنور من السنادين على مود أصبغ براحتي وما يوقع همينة صبغ على الزرع ويأذيه. وقلت خلي أكو هسه قبل لا أصبغه حتى ما يوقع العفو تراب بالمجرى. أنا ليش راح أصبغ هذا المنور؟ عندي الكمية الصبغ قليلة يكفي بس هذا المنور. أنا عندي مناور 2 بالبيت. وثاني شغلة هذا المنور هو قلت لكم يعني للمطبخ، من تطفي الكهرباء افتح بابه على مود يجي هوا للبيت. فقلت هو عصفورين بحجر واحد، همين منظر حلو، همين هذا المنور مستخدمين، وهمين الصبغ عندي كميته كلش قليلة. بنات هذا الصبغ اللي دا أصبغ بيه يشتغل واجهات ويشتغل داخل البيت ويتحمل مي، يعني إذا الحائط وسخ عادي تغسليه بالمي ما يحل الصبغ. هي مو كل الأصباغ يعني ضد المي، لا أكو أصباغ يعني بالمي تحل. فنصيحة لكم بنات اللي تريد تصبغ أو تجدد صبغ بيتها تصبغ بنوعية تتحمل مي، لأن إحنا جونا العراق مترب والأشياء تتوسخ، وأكيد من تتوسخ يعني تحتاج تنظيف. فإحنا شنو يعني ناخذ نوعية زينة توفر علينا وقت يعني ومادة. بيتي صابغته صار لي 4 سنوات، تتخيلون 4 سنوات وهواية البيت ما ينصبغ، بس لأن نوعية الصبغ زينة وتتحمل تنظيف فطول هالقد. هو هسه يعني محتاج البيت إعادة صبغ، بس على العموم يعني هواية صار لي 4 سنوات. إن شاء الله من أبدي يعني أصبغه للبيت أشارك لكم إياه من التفاصيل والألوان. وهنا تقريبا يعني خلصته للمنور. أنا هنا بالبداية حددت هالقد، فزاد عندي بعد شوي صبغ قلت أكمل هاي الواجهة اللي بالنص. لا زين سباعية على ما يبدو يعني دبرت الموضوع مالت الصبغ. أول مرة بحياتي أصبغ، فاللي بنات اللي عنده ملاحظة خلي تكتب لي أستقبل منكم ناخذ معلومات. تعرفون الإنسان لو قد ما يكون يعني مطلع وهاي إلا ما أكو أشياء يعني هو ما عنده استطلاع بيها. وهنا شوية شكله تغير، مو صح بنات؟ كلش تغير شكله، صار شوي شكله هيجي فرح وفاتح. راح أبدي أنظفه وأشيل هذا الصبغ اللي واقع بالأرضية. حتى ما أخذ وقت من عندي هواية، أول ما بلشت أشتغل بالمنوار لحد ما خلصته تقريبا ساعة، وأنا الفراغ عندي يعني أكثر من ساعة، فاحتمال هم أسوي لي شغلة ثانية ورا ما أخلص شغل المنور. هنا بهاي الفرشة السيم دا أشيل الصبغ. بنات أنصحكم اللي ما عندها تاخذ من عندها، كل الزينة تفيدي لهيك أشياء يعني شوية عنيدة وتحتاج قوة. فهي هاي الحل إلها الفرشة مالت السيماية. ها هي راح أخلص المنور وأرجع السنادين المكانهن. شوفوا بنات حتى اللون السندانة بين، والزرع لونه مبين، والقناني أنا هنا خلتهن لأنه هو هذا مكان يعني يم المنور مالت المطبخ، حتى من أخلص غاز قريبات عليه يعني أبدل القنينة. احكوا لي بنات شنو تحبون تسوون وقت فراغكم، وشنو رأيكم بالمنور من تغير مشكلة صار أحلى. أنا بهاي الأثناء كنت طالبة رف، وهذا الرف متعدد الاستخدام، بس أنا ردته للحمام لأن محتاجته للحمام، يعني أكو عندي أشياء يعني ما يكفي الرف اللي بالحمام. فهنا بديت يعني أشكله للرف حتى أخليه بالحمام وأخلي عليه الأشياء. هو هذا الرف 4 طوابق، أكو بيه 3 طوابق، أكو بيه 5 طوابق، وأكو نوعية بنات يصير أكريليك إذا شايفيه عنده بالمنزليات، يعني أغلبكم أكيد شايفيه. وهذا يستخدم يعني حتى بالعيادات بالصالونات كل مكان يستخدم. أنا ما اختارت الأكريليك لأنه هذا يصير نوعيته البلاستيك ألين شوية، الأكريليك أشوفه يكون أقوى فمو كلش عملي. شوفوا هذا لين يعني حتى إذا يوقع شي ما ينكسر،
وما تتخيلون بنات قد نقضني هذا الرف، لملي هاي الأشياء كليتها وجت حيرة وين أخليها. طبعا أنا بهالأثناء عندي بعد فراغ، قلت لكم اليوم الفيديو كله نشاطات شاقة، فيعني اللي كانت مترددة لا أكيد حيصير لها حافز كلش قوي إنه تخلص أمورها اللي كانت مأجلتها. وأنا دا أغسل بالمفروشات بنات، قلت إيه عندي بعد مجال خليه أسوي كبة ورا ما أخلص. دا أفكر شنو الكبة أسويها، كبة حلب اللي هي تمن لو كبة جريش. فبهالأثناء قررت أسوي كبة جريش. شو أسوي بنات، عندي وقت فراغ فلازم أستغله بشي مفيد. أنا لفيت هاي الكميان الجريش طبخته، ما نقعته. أكو ينقعوه أكو يطبخوه، لا أنا أنقعه دائما أقلبه حتى ما يحترق لحد ما يعني ينشف مايه. والحشوية صدر دجاج وكرفس وبصل وفستق. إن شاء الله كان فيديو كله حافز وطاقة لكم واستمتعتوا وياي. أشوفكم على خير.